شكله ناويها تصرف خطير من الداهية ريفيرو يظهر في ودية إنبي، فما القصة؟ وخالد الغندور يكشف صفقة تاريخية بين القطبين، ونجم الزمالك يعلق على ضم الأهلي لمصطفى محمد. كاظم إبراهيم تلك معلومات لا تعرفها عن نجم الأهلي بعد مشاركته في ودية إنبي. وقناة الأهلي تتوعد مصطفى يونس وتفاجئ رمضان صبحي بعد الأزمة الكبرى. عاجل جدا المحكمة الدولية تصدم بيراميدز في قضية الأهلي بعد قرارها الجديد. سيد عبد الحفيظ يعلق على انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة من نسر التحليل. قبل التفاصيل ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. شكله ناويها تصرف خطير من الداهية ريفيرو يظهر في ودية إنبي، فما القصة؟ ويعمل الإسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على وضع النقاط فوق الحروف بشأن تحضيرات المارد الأحمر لمنافسات الموسم الجديد. وكشفت مواجهة النادي الأهلي ضد فريق إنبي عن مفاجأة من العيار الثقيل يخطط الإسباني خوسيه ريفيرو للاعتماد عليها خلال مباريات الموسم الجديد. ويتجه خوسيه ريفيرو عزيزي المشاهد نحو الاعتماد على أكثر من طريقة لعب خلال المواجهة الواحدة، وهو ما ظهر في مواجهة الفريق الودية ضد فريق إنبي. وخلال الشوط الأول بين النادي الأهلي وفريق إنبي اعتمد النادي الأهلي على طريقة 4-3-3. وكشفت مواجهة النادي الأهلي ضد فريق إنبي عن اتجاه الإسباني خوسيه ريفيرو على تجهيز أكثر من طريقة للعب حتى لا يكون المارد الأحمر كتاب مفتوح للفرق المنافسة قبل انطلاق الموسم الجديد على المستوى المحلي والقاري. خالد الغندور يكشف صفقة تاريخية بين القطبين، ونجم الزمالك يعلق على ضم الأهلي لمصطفى محمد. يرتبط اسم أكثر من لاعب في صفوف الأهلي بالانتقال إلى صفوف نادي الزمالك، ونفس الأمر ينطبق على الفارس الأبيض. ورى جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الأسبق أن مصطفى محمد نجم نانت الفرنسي هو خليفته في الملاعب بشرط ألا يلعب للأهلي. وقال جمال عبد الحميد: أنا بحب مصطفى محمد وبعتبره خليفتي، لكن مش عايزه كل شوية يقول مش هلعب للأهلي وفي الآخر ألاقيه مضي من سنة وعام جعلان. وأضاف: نفسي يكون مصطفى محمد صريح، يعني لو جاله عرض من الأهلي يتكلم بصراحة زي أكرم توفيق اللي راح الشمال القطري. واختتم مصطفى محمد: حال انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي مش هيبقى خليفتي ولا أعرفه. ويرتبط اسم مصطفى محمد مهاجم الزمالك السابق ومنتخب مصر بخطوة الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي بشكل مستمر على مدار الفترة الماضية. وفي نفس السياق كتب الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته على فيسبوك للزملكاوية: انتظروا صفقة تاريخية للاعب مهاري هينتقل للنادي الزمالك في صفقة انتقال حر في موسم الانتقالات القادم. وأضاف خالد الغندور خلال تلميحاته عن أحمد عبد القادر لاعب الأهلي: اللاعب مش هينفع أقول اسمه بس حروفه ألف عين، وتابع قائلا: هو حاليا ضمن صفوف فريق كبير جدا ولكن لن يشارك لأن طريقة لعبه لا تناسب الفريق الأحمر. يذكر أن أحمد عبد القادر قد انتظم في تدريبات النادي الأهلي في ظل تعثره في خطوة توفير عرض خارجي للرحيل. كاظم إبراهيم ثلاث معلومات لا تعرفها عن نجم الأهلي بعد مشاركته في ودية إنبي. شهدت المباراة الودية التي جمعت بين الأهلي وإنبي مساء أمس ظهورا لافتا للموهبة الإيفوارية الصاعدة كاظم إبراهيم، لاعب فريق مواليد 2007 والذي تم تصعيده مؤخرا إلى الفريق الأول بعد تألقه اللافت في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء. وقرر الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريفيرو إشراك اللاعب خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد في إطار استعدادات الفريق لانطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الممتاز. وجاءت مشاركة كاظم إبراهيم في المباراة كمقدمة لقيده ضمن قائمة الفريق، مستفيدا من لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم التي تسمح بقيد لاعب أجنبي تحت السن، وهو ما يمنح الأهلي أفضلية فنية حيث يمكنه إشراك أكثر من لاعب أجنبي فوق السن في التشكيلة الأساسية دون مخالفة اللوائح. وشارك كاظم في الشوط الثاني إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة مثل محمود حسن تريزيجيه وأحمد رضا وجراد الشيار وحمزة عبد الكريم وطاهر محمد طاهر، في إطار سعي الجهاز الفني لتجربة أكبر عدد من العناصر قبل انتقال الموسم. قناة الأهلي تتوعد مصطفى يونس وتفاجئ رمضان صبحي بعد الأزمة الكبرى. شن الإعلامي أحمد شوبير هجوما قويا على مصطفى يونس نجم النادي الأهلي السابق بسبب تصريحاته الأخيرة التي طالت شوبير وعددا من مسؤولي القلعة الحمراء، مؤكدا إن ما جاء على لسانه لا يمت للحقيقة بصلة. وقال شوبير خلال برنامجه المذاع على قناة النادي الأهلي إن الكابتن مصطفى يونس ذكر اسمي أمس مجددا وادعى أنني تقدمت ببلاغ ضد الكابتن صالح سليم، وهذا أمر لم يحدث على الإطلاق. أرجوك إذا كانت لديك مستندات أو دلائل فتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ولا تلوم من يتخذ نفس الإجراء ضدك.
كما وجه شوبير رسالة مباشرة لنجم الأهلي السابق قائلا: حافظ على ما تبقى لك من رصيد في قلوب جماهير النادي الأهلي، لأن ما تفعله مؤخرا يسحب من هذا الرصيد، وأرجو ألا تستمع لمن يدفعك للاستمرار في الخطأ ويشجعك على الإساءة. واختتم شوبير تصريحاته مدافعا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مؤكدا: الخطيب رجل عفيف اللسان نظيف اليد، وأنا عاشرته عن قرب، وكل ما يقال عنه مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة. علق الإعلامي أحمد شوبير على أزمة لاعب بيراميدز رمضان صبحي بعد إخلاء سبيله إثر القبض عليه في مطار القاهرة، متمنيا إنهاء الأزمة سريعا دون تبعات إضافية. وكانت السلطات عزيزي المشاهد قد ألقت القبض على رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فور وصوله إلى مطار القاهرة قادما من تركيا بعد انتهاء معسكر الفريق هناك، وذلك تنفيذا لحكم قضائي صادر ضده من محكمة الجيزة. ووفقا لتقارير صحفية فقد عاد اللاعب إلى القاهرة بصحبة شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، وتبين أن سبب القبض يعود إلى قضية تتعلق بالتزوير والغش في الامتحانات صدر فيها حكم غيابي بحق اللاعب. وقال شوبير خلال تصريحاته على شاشة قناة الأهلي: تم إخلاء سبيل رمضان صبحي بكفالة 100,000 جنيه في القضية الخاصة بالتزوير، وإن شاء الله تمر الأزمة على خير. وأضاف: يا جماعة أي شيء إلا الشماتة، لا يجوز الشماتة في أحد، تمنوا الخير والدعاء له بأن تزول عنه هذه الأزمة عاجل جدا. المحكمة الدولية تصدم بيراميدز في قضية الأهلي بعد قرارها الجديد. وجاءت المحكمة الدولية الرياضية صدمة جديدة لفريق بيراميدز بشأن سحب بطولة الدوري المصري من النادي الأهلي بسبب شكوى مسؤول النادي السماوي لخصم 3 نقاط من الفريق، وذلك بعد غيابه عن مباراة الزمالك وقراره بعدم خوضها. وخلال الساعات الماضية أعلنت المحكمة الدولية الرياضية عن جلسة استماع جديدة بشأن أحد القضايا لتكون يوم 21 من الشهر المقبل، ولم تكن قضية الأهلي وبيراميدز، خاصة وأن جميع الأطراف في الوقت الحالي ينتظرون جلسة استماع من جانب المحكمة الدولية، والتي كانت أعلنت عن مواعيد جلسات حتى يوم 13 من أغسطس المقبل، ومن ثم الإعلان عن جلسة 21 دون ظهور جلسة قضية الأهلي وبيراميدز. وكانت المحكمة الرياضية حددت هيئة التحكيم الخاصة بالقضية، حيث يدرسون القضية في الوقت الحالي من كافة الجوانب من أجل إصدار قرار خلال الجلسة الأولى لها. ونجح النادي الأهلي في التتويج بلقب الدوري بفارق 2 نقطة فقط عن نادي بيراميدز، خاصة بعدما قررت رابطة الأندية عدم خصم 3 نقاط إضافية من القلعة الحمراء بعدما قرر الفريق عدم خوض مباراة الزمالك في بطولة الدوري. سيد عبد الحفيظ يعلق على انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك. علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على أزمة لاعب الفريق أحمد عبد القادر وسط الأنباء المتداولة بشأن اقتراب انتقاله إلى نادي الزمالك خلال فقرة الانتقالات الصيفية. وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة تلفزيونية: أحمد عبد القادر لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، وقد لا تكون فرص مشاركته مع الأهلي الأفضل في الفترة الأخيرة، لكنه يظل لاعبا مميزا. وأضاف قائلا: إذا قرر اللاعب أن يسلك طريقا آخر لا يتماشى مع طريقي فهذا لا يضر النادي، قد تحدث هزة مؤقتة لكن الأهلي دائما يعود بسرعة. وتابع إن أي لاعب يفتح صفحة جديدة أو يختار كتاب مختلف فليذهب بسلام، أما إذا كنت أنا من أستبعده فلا داعي للندم عليه. وضرب عبد الحفيظ مثالا باللاعب حمدي فتحي قائلا: حتى لو لاعب جيد مثل حمدي فتحي اختار الانتقال إلى بيراميدز فهذا لا يغير رأيي فيك كلاعب كرة. واختتم تصريحاته مؤكدا: رسالتي واضحة منذ سنوات، إني أحفظ حق النادي، ومن يرغب في الرحيل فليرحل. بيراميدز نادي قوي ومنافس محترم، لكنه لا يشكل تهديدا للأهلي، لأن الفارق تصنعه الأندية الجماهيرية فقط. أقوى